تعالوا نشوف محمود الدر عمل ايه في اخر بطوله ليه. هو اصلا داخل البطوله دي عشان ابنه. حق الله هو جايب مستوى جامد فشخ. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام حسين اخصائي تغذيه. موضوع النهارده زي ما انتم شفتوا بره في الثامنيل عن محمود الدر عن اخر بطوله دخلها. قبل اي حاجه بس وقبل ما نبدا الفيديو انا هتكلم في حاجه بس كده ايه، واللي هاجمني عشان انا مش هيفرق لي حاجه. إيه، انا بحب محمود الدر قوي في نطاق اللي هو التحفيز، وان هو شخص ناجح، وان هو برضه اتبهدل وهو صغير قوي عشان يوصل اللي هو فيه ده. وتعب كتير، يعني هو مثلا الدره من 2013 مثلا وهو على اليوتيوب حاجه كده، يعني من قبل ما انت تتولد. ف لكن بقى لما يجي بيتكلم في الدين بصراحه ويفضل يخش ويعمل ويحفرك ويقول لك انا ما مستنكر السنه وبصلي عدد ركعات زي ما انا عايز، ممكن اسجد ركعه ركعتين ثلاثه كان لما بيخش في حته الدين بصراحه بيبقى بيقعد يعبط ويهبل والناس بتهيج عليه. وخلاص هو في الاخر بيقول لك ايه، انا مش هتكلم في الدين. فخلاص خليك بقى ايه بعيد كده عن الدين، ان انت كل مره بتخش في الدين تفضل تعك وتعبط. فخلاص يعني ايه، خليك ايه في مجالك احسن. لكن هو فيديوهاته والشانل بتاعته على اليوتيوب من اكبر القنوات على اليوتيوب مثلا في مجال الرياضه والتحفيز وكده في الوطن العربي اصلا. فانا بحبه كنجاح، وانت حاول تاخد منه الجانب الكويس وتسيب منه الجانب الوحش. اي بني ادم فيه حاجه كويسه وحاجه وحشه، بس فانت خد منه حته التحفيز وان انت تعافر وتبقى يعني توصل لنجاح ان شاء الله. وسيبك بقى من الكلام اللي هو بيتكلمه في الدين والكلام اللي مش مفهوم اللي هو بيعبط فيه ده. بس تعالوا بقى هنا نشوف مستويات الدره. بصراحه كان عامل مستوى جامد خصوصا في التنشيف. التنشيف دي يعني يعتبر كأنه لسه في مستر اولمبيا، يعني النضوج العضلي بتاعه بدأ يبقى احلى كل ما انت بتتمرن اكتر وبتغوط في اللعبه، وبقى لك مثلا سنين بتتمرن. كل ما العضله بتبقى شكلها عندك كده وشكلها مستوي، يعني خصوصا كمان ان هو حول من فئه ال 212 لفئه الكلاسيك. انا بس عندي مشكله ان فئه الكلاسيك ممكن تحتاج شويه ناس طويله، يعني الدره مثلا 100 حاجه و60 سم، فهو يعتبر قصير، وهو فعلا اقصر واحد كان على الخط او على اللاين في المسرح. فالكلاسيك بتحتاج الطول زي ارنولد وكريس بومستد وريمون دينو، يعني بتحتاج الكاريزما كده والطول بعرض والاكس فريم. لكن الدره قصير، ما يعني انا اسف، يعني الدره حاجه كده قصير فشخ. تعالوا بقى نشوف الفيديو ده. مستوى جامد قوي والله. الكتله العضليه بتاعته تحفه. هو اصلا جايب الميزان بتاعه بالعافيه، يعني هو لحق الميزان بتاعه بالعافيه. والتنشيف بتاعه برضو خرافي. الظهر برضو بتاعه تحفه. هو بس مشكلتي معاه مشكلته في رجليه. طول عمر الضر رجليه ما حجمها الى حد ما صغير، خصوصا كمان ان هو عنده اصابه في ظهره وعامل عمليه، فان هو يحمل في تمرينة الرجل دي بتبقى صعبه شويه. فهو بيحاول يعني ايه ينقذ ما يمكن انقاذه. لكن كتنشيف وسحبة ميه وتحميل كارب اب مع كتلة عضلية تحفة. خصوصا كمان ان هو كان قايل ان في البطولة دي تقيلة وفي 5 اسيويين داخلينها. وانت عارف طبعا الاسيويين لما بيدخلوا اي بطولة الاسيويين جيناتهم خرافية، منهم مثلا 3 داخلين مستر اولمبيا حاجة كده او متأهلين مستر اولمبيا. بس ربنا سترها وكده كده دورة خد مركز خامس. وبصراحه هو كان يستحق المركز ده يعني، وانا شايف ان هو عامل مستوى جبار ان هو يدخل في التوب 5. هو اصلا قال لك في فيديو على اليوتيوب قبل البطوله بيوم او يومين، قال لك ان انا لو دخلت توب 5 انا كده اسطوري، يعني ان فعلا المنافسه كانت قويه وفي 15 لاعب نازلين في الخط بتاعه، وال 15 لاعب تقال 15 لعيبه مستوياتهم جباره. ولكن اللي هعلق عليه بس في الاخر خالص، يعني انا مش هعمل الفيديو ده غير عشان اللقطه دي بس، ان هو بيقول ان هو دخل البطوله عشان ابنه اخر بطوله الدره دخلها كان من 4 سنين باين حاجه كده او 3 سنين. كان ابنه لسه صغير، فهو من فتره كده قال له انا عايز اشجعك في بطوله يعني، وعايزك ترجع بطولات. فهو قال له يا ابن الكلب انت جاي تفتكر دلوقتي بعد ما انا خلاص عجزت؟ بس يعني الدره 39 سنه تقريبا او 38 سنه، فلسه برضه يعني مش الدرجات دي يا عم در. حاجه كويسه برضو ان الاب يشوف ابنه وهو بيشجعه مثلا بعد سنين. ان در كان بيدخل بطولات من قبل ما زين ابنه يتولد اصلا، يعني زين ابنه قبل ما يتولد او مراته كانت في العمليات كان هو في بطوله تقريبا الجامعات في كندا حاجه كده، يعني هو بيقول له ليتس جو داد. لا وعجبني قوي ان هو مركز في البوزنج وعامل كده وبيعمل لابنه كده. يعني انت هتركز مع ابنك ولا هتركز في البوزنج ولا يعني الدر مصيبه برضه، على الرغم ان انا ما بحبوش احيانا في بعض المواقف، بس هو ستيل ليه حضور كده وكاريزما
وانا بصراحه انا بحب فيديوهاته، انا ماليش دعوه هو كشخص كويس ولا لا، بس انا بحب فيديوهاته. انا جيت فتره كده كنت مقاطعه، بس يعني ربنا يهديه ويهديه. وبرده انا عايز اعلق على حاجه، حته الفيديو الكومنتات السلبيه اللي بتجيله قوي دي، اللي هو انت يا رب تخسر، ويا رب ربنا ما يوفقكش، ويا رب اصابه ظهرك ترجع لك تاني. يا عم انت مش حابه وما تكتبلوش كومنت سيء. على فكره الكلام ده بيفرق معاه، يعني الرسول قال لك لا تقل خير او لتصمت، يعني يا تقول حاجه كويسه وتشجعه، يا اما تسكت وما تكتبلوش حاجه سلبيه. ان انا فعلا شفت كومنتات في الفيسبوك بيشتموه بالاب وبيشتموه بالام، ورب تخسر. يا عمي انت نفسك ان هو يخسر ليه؟ انت ليه كاره له الخير حتى لو هو مش كويس او بيعك في الدين او سب مثلا حاجه معينه في الدين؟ يا عم ريح دماغك، انت مش عاجبك اعمل له انفولو واعمل له بلوك وريح دماغك خالص. لكن انت بتاخد ذنوب وبتدعي عليه وخد بالك ده بيأثر معاه. وهو اصلا طلع في فيديو قال لك الناس اللي شتمتني في كل الكومنتات دي انا مسامحكم. يعني برضو الراجل دي تحسب له برضو. انت ممكن تقول لي ايه، اصل هو بيعمل كده بس عشان يكسب الجمهور، واصل انتوا شتمتوني بس انا مسامحكم. يعني برضو خلاص هو كسب، اصل هو راجل كسبان، والدره مش محتاج ان هو يدخل بطولات ويعمل اسم وكارير. لا الدره خلاص قفل اللعبه في كمان مجال كمال الاجسام. فهو راجل كسبان وخلاص. هو فعلا زي ما هو قال الراجل الحقيقي بيبان لما يكون كسبان او في القمه. فهو خلاص هو مش محتاج يعمل حاجه، مش محتاج يدخل بطوله ويكسب. لو كان خد مركز اخير عادي، هو داخل برضه فور فن وانجوي عشان ابنه نفسه يتفرج عليه. رغم من الناس اللي انتوا عارفين مين. ودي الحاجه الثالثه، الناس الالاف اللي فيكم اللي كانوا بيدعوا ان ربنا يهني ويفشلني ويخسرني قدام الناس. عايز بس اقول لكم حاجه، مسامحكم، لان الراجل بيبان مش في حالته السيئه وهو ضعيف، الراجل بيبان وهو في احسن حالاته. بصراحه انا بيجيلي كومنتات سلبيه كان في الاول خالص، اول ما بدات من خلاجه بالذات، ولا كانت بتاثر معايا ولا اي حاجه خالص. رايك ملوش لازمه اصلا، وخد بالك برضو رايك بالنسبه له هو ملوش لازمه. ده واحد ما يعني خلاص هو وصل القمه، مش محتاج يعمل حاجه تاني. فانت كتبت له كومنت سلبي او دعيت عليه او شتمته بالام، قلت له امك وعيالها وجوزها وابوها وخليها، مش هتفرق معاك في حاجه. يعني هو خلاص انت اللي حاشر نفسك في الزون ده وداخل ومستني ومترقب بقى در عمل ايه، خد مركز ولا انا بقى رهاني كان صح وخسر. يا عم انت مال، هو بيطلع بيعك في حاجات بس برضو فادنا في حاجات كتيره. اشتغل يا عم وهات فيراري يا عم وتبقى زي نجاح دره، وهات بيت في كندا مش عارف بكام مليون. فانا مش بدافع عنه كده كده، ولا اعرفه ولا هو يعرفني اساسا ان انا موجود على كوكب الارض. بس يعني اشتغل مالكش دعوه بيه، اشتغل انت وانجح وهات فيراري وبيع كتاب دمرها وبرامج مخصصه زيه بس كده كان فيديو النهارده. كان معاكم اسلام حسين. والله العظيم انا كل يوم بنزل لكم فيديو، يعني مش كل يوم بصراحه، مش عايز احلف، بس ممكن 5 فيديوهات في الاسبوع، كله فيديو عن حلقه. مره هل هم طبيعيون بتاعت الدره في الحلقه، السلسله دي انتوا بتحبوها قوي مش عارف ليه، وانا بصراحه كمان بحبها. ومره مثلا فيديو عن التغذيه، ومره فيديو عن الهرمونات والسرمز. يعني بعمل لكم كده ايه شويه حبشتكنات كده وايه وتشكيله عشان انت ما تزهقش. يعني انا بحط نفسي مكان المشاهد. ما تنساش بقى السبسكرايب. الفيديو ممكن يجيب مثلا 3000 مثلا فيو، الاقي عامل لي 1 سبسكرايب. يعني انا مش فاهم يعني ليه يعني يا اخواتي. عايزين احنا كمان بقى نبيع كتاب دمرها وبرامج مخصصه ونركب فيراري زي عمنا الدره. بس كده كان معاكم اسلام حسنين، اشوفكم فيديو جاي.